طيب يا شباب، لو انت عندك قناة وبتكسب من اليوتيوب او بتتربح من اليوتيوب الفيديو ده هيفيدك. طيب ولو ما عندكش قناة وما بتاخدش فلوس ولسه ما فعلتش الربح، برضو الفيديو ده هيفيدك. ليه بقى؟ ركز معايا. اول حاجة انا عايز افهمك على كام نقطة عشان تبقى داخل اليوتيوب فاهم. دلوقتي لو انت في شخص غريب دخل القناة بتاعتك، شخص انت ما تعرفوش دخل القناة بتاعتك، اول حاجة الشخص الغريب اللي هيخش قناتك ما ينفعش يشوف او ما ينفعش ان انت تديله الصلاحيات الكامله. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه لازم اتاكد لو في حد غريب فتح القناه بتاعتي وانا قناتي مفعله ربح، لازم اخش على خانه تحقيق الربح واتاكد ان هو ما غيرش الادسنس. طيب اعرف منين؟ لما تيجي من هنا اهو، انا اخري هنا 50 3 8، اجي هنا اهو افتح الادسنس بتاعي اهو، تمام؟ فتحت الادسنس اهو، انا قلت لك 50 3 8، خليك فاكر الرقم ده، واخش على الدفعات واخش على معلومات الدفع، تمام؟ وانزل تحت كده اهو شويه، ثواني بس بتحمل، تمام؟ المفروض 50 3 8 كده. يبقى اول حاجه انا عملتها وهي ببساطه شديده اني بتاكد ان الراجل ده ما غيرش حساب الادسنس بتاعي. ليه بقى بقول لك كده؟ لان هو لو عمل حركه زي دي انت هتقعد تتعب 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 في القناه، والفلوس هتروح على حساب مين يا حلو؟ على حسابه هو. على حساب مين؟ على حسابه هو. طيب يعني انا عايز تقول لي يا محمد هبقى شغال طول الشهر والارباح اللي بتخش قناتي مش بتجيلي؟ بالظبط كده. فاول خطوه بعملها بتاكد تماما ان ال 50 8 3 دي هي نفس ال 50 8 3 دي، طبعا على حسب انت، يعني انت اكيد طبعا كلنا ارقام مختلفه، انت ممكن يبقى هنا 4 7 8 9، المفروض تفتح هناك تلاقي 4 7 8 9. طيب، طب دي بقى كل حاجه؟ لا، ما انت ممكن تبقى مديله الامان قوي وتخليه يخش الادسنس بتاعك نفسه. وهنا برضو هقول لك على حاجه كمان، لو جيت دخلت دلوقتي في الادسنس هتلاقي في كلمه حساب بنكي، لازم يكون حسابك البنكي، وحتى باكبر دليل هتلاقي تحتيه اسمك. طيب لقيت يا محمد حساب بنكي مختلف، يبقى كده الفلوس اللي في الادسنس هتتحول له هو، مش هتتحول لك انت. انا ليه بقول الكلام ده؟ لاني انا ما اضمنش الشخص اللي دخل قناتي هيعمل فيها ايه. ما ممكن تبقى انت مخلي واحد مدير في القناه بتاعتك وتبقى مديله الامان 100 مليون في الميه، وانت مديله الامان ولا غير عليك باسورد ولا غير عليك حاجه، بس غير عليك الادسنس. طب ما هي دي مصيبه، ده كده بيسرقك، كده بيسرقك، كده اي فلوس بتخش قناتك بتروح له هو مش بتروح لك انت. طيب يعني يا محمد يا علاء، قبل ما اعين اي مدير لازم اتاكد من الحاجات دي؟ طبعا عشان ما حدش يفهمني غلط، انا مش بقول على كل اليوتيوبرز، في ناس كتيره جدا 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 محترمه، في ناس كتيره قوي 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 تفاديها برقبتك، بس انا برضو بقول لك زياده ضمان. انا شخصيا لما حد بيشترك معايا في خدمه اداره القنوات، لو افترضنا ان المشكله كبيره قوي قوي قوي، بخليه يديني الجيميل وبفتح الادسنس بتاعه وببص له على كل حاجه، وانا خارج بقول له غير الباسورد. يا محمد يا علاء انا واثق فيك، يا محمد يا علاء انا مش محتاج تقول، بقول له معلش غير الباسورد، معلش انا يا عمي بقول لك غير الباسورد، مع ان انا واثق من نفسي و99% من الناس عارفه مين محمد علاء وعارفه اخلاقي ايه، بس برضه زياده ضمان. ما تضمنش حد، ما تضمنش اي حد، تمام؟ طيب انت دلوقتي ولنفترض ان انت هتعين حد في قناتك، ما تخلوش مدير مره واحده، ما تخلوش ليه الصلاحيات الكامله. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا انا وليكن مثلا هعين حد في القناه، انا وليكن مثلا الراجل اللي هعينه انا مش عايز ان هو يشوف الارباح بتاعتي، خلاص انا دلوقتي مثلا وليكن هضيف حد اهو، هعمل الاعدادات، الاذونات، من عند كلمه الاذونات انا وليكن مثلا هعمل دعوه لحد، اي حد مثلا وليكن مثلا يعني هكتب جيميل اي واحد دلوقتي مثلا اهو @gmail.com مثلا، بدي مثال طبعا، ما اديلوش بقى حته مدير دي مره واحده، لا، اشوف الراجل ده هو هيعمل ايه في القناه. يعني مثلا الراجل ده انا هجيبه يا دوبك يترجم لي الفيديوهات، خلاص يبقى محرر ترجمه اهو، بختار دي. طب انا يا محمد المقاله دي هتلاقيني سايبها لك تحت في الوصف، المقاله دي شرحها كل واحد ليه دور ايه. يعني مثلا الراجل اللي هيجي لك في القناه مثلا هيعدل حاجه معينه، يعني مثلا وليكن الراجل اللي انت هتجيبه في القناه هيعمل صور مصغره بس، فانا باجي في الجدول ده هتلاقي المتاح، كلمه المتاح ده اللي الراجل اللي هنا هيعمله. يعني مثلا هنا اهو نشوف كلمه محرر، المحرر ده يقدر يعمل مشاركات، يقدر يحمل محتوى، يقدر يحذف المسودات، يقدر مش عارف ايه، يقدر يعمل انواع تعديلات زي مثلا صور مصغره، فهياخد ده
اهو ده محرر، اجي من هنا اهو اجي من هنا واقوم مختار كلمه محرر اهو اللي هي دي، مش محرر ترجمه. طيب انا عايز واحد مثلا وليكن ملوش دعوه بالارباح ولا باي حاجه، هجيبه مشاهد اهو. يعني انت على قد اللي انت عايزه بتختار الحاجه اللي انت عايزها، مش اي حد يخش قناتك تعمل له دعوه مدير، لا. تمام. ممكن من كلمه، يعني انت مثلا لو مش عايزه يشوف ارباحك، فباجي من هنا اهو، لا يمكنه اداره الاذونات، لا يمكنه ابرام عقود، لا مش عايز دي، لا يمكنه حذف القناه. المدير مش هيعرفش يحذف القناه، انما المالك يعرف يحذف. طيب تعالى من هنا اهو، لا يمكنه الاطلاع على بيانات الايرادات، اللي هو محرر محدود. خلاص يبقى كده انا هدي الراجل اللي هيجي لي هديله دي. يا جماعه الموضوع ده مهم، الموضوع ده مهم قوي. تمام. صلوا على النبي. سلام عليكم.